دلوقتي يا جماعة دي الفراخ عمارة اهي في الحلة دي. ودلوقتي جبنا هنا بصلة وثلاث فصوص توم حتة زبدة، وهنعمل بطاطس بالصلصة. قطعنا البطاطس اهي ودي الطماطم قشرتها وفرمتها في الخلاط ومعاها البندق اهي. دي شكلها ودي البطاطس اهي. نشوف هنعمل ايه. احنا ما بنحمرش البطاطس تلويح بس ومعاها التوم، ثلاث فصوص توم حلوين وبصلاية متوسطة كده. نشوف هنعمل ايه اهو. نحورها بس مع بعضها شويه، ما نحمرهاش ولا يدينا لون ولا حاجه، عشان ايه ما تحرقش السلق ولا كده. عاوزين حاجه نيه فيها. اهي يا جماعه هي كمان الزبده بس بتلم في الارضيه كده الزبده اهي. نحط بقى فلفل اسود وكزبره ناشفه معاها اهي، تحويره كده اهو. طماطم دلوقتي يا جماعه خد غلوه كده، غلوه بس اهي، مش عاوزينها تسبك ولا حاجه اهي. وننزل عليها معلقه سكر، معلقه ملح، معلقه صغيره ملح، مرقه دجاج بودر، وشويه كمون صغيرين كده اهو. وبعدين ننزل بايه، بالبطاطس بقى، تاخد وتدي مع بعضها كده. تاخد وتدي كده مع بعضها اهو. ونسيبها تستوي بقى، ونزود مع بعض كده شويه شطه اهو عشان نسينا نحط الشطه. ونسيبها تستوي بقى. ودلوقتي يا جماعه هنعمل مع بعضنا الرز الابيض. نزلنا بالزبده اهي، نحط معانا كده وننزل. هنعمله بشوربة الفراخ. ننزل اهو بالشوربة اهو معانا اهو اهو. نجيب شوربة من هنا، الفراخ استوت اهي اهي. وننزل بيها كده حطينا الشوربة اهي. وننزل بشوية مية كمان عشان ما يبقاش خالص بالشوربة خالص، عشان ايه بيبقى مش مستوي قوي اهو يا جماعة. ظبطنا العادي بتاعه، زودنا كمان شوية صلصة وشوية ملح. ظبطنا نحطه. ودي يا جماعة اللي بتجري دي حباية حبهات. نغطي عليه بقى. والبطاطس اهي تستوي معانا اهي اهي يا جماعة. مظبطينها برضو، هنسيبها يستوي بقى ونرجع لكم بعد ما يستوي. ودلوقتي يا جماعة الفراخ طلعت اهي، استوت اهي. هنحمرها بقى في الزبدة والزيت
زبدة وزيت. وصلنا بقى يا محمد. محمد خلينا عليك فيها بقى عليك. فيها عشان اهي نحكي بقى عشان نصلي. نزلها. بس وين اللي عايزه يا ربي؟ خلينا ننظر. ايه؟ ودلوقتي يا جماعة ادي الشكل النهائي اهو. ادي الرز اهو، وادي الفراخ بعد ما اتحمرت اهي، وادي البطاطس والشوربة اهو. ويا رب يا جماعة تعجبكم يا رب، واشوفكم على خير.